عمرك تخيلت مشهد نزول القرآن؟ تعالى كده نتكلم على آية بتتكلم في المعنى ده. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله. نستشعر مع هذه الآية 3 حاجات. أول حاجة إن هذا القرآن جاء من فوق 7 سماوات، يعني من مسافة بعيدة جدا فوق ما نتخيل. ذكر في تفسير الشوكاني في قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ذكر في التفسير إن المسافة من الأرض إلى السماء السابعة 50,000 سنة. يعني أنا دلوقتي لو قررت أخد بعضي وأسافر إلى السماء السابعة هحتاج أخد 50,000 سنة طالع عشان أوصل للسماء السابعة، و50,000 سنة نازل، يعني 100,000 سنة عشان خاطر أتلقى القرآن من الله. طب تخيل بقى الله أنزل هذا القرآن علينا، قد جاءكم من الله، فهذا أول شعور. ثاني شعور أن الذي تكلم بالقرآن هو الله، الله الملك والله الحي والله العزيز والله الأول والله الآخر والظاهر والباطن والستير. الله هذا العظيم هو الذي تكلم بالقرآن، فيكفي عظمة القرآن أنه كلام الله. فنستشعر ثاني حاجة أن هذا القرآن هو كلام الله. ثالث حاجة بقى نستشعر أن هذا القرآن يكلمنا نحن. قد جاءكم، جاي لكل واحد فينا، جاي ليا وجاي ليك، قد جاءكم من الله. فوالله العظيم شعور يقطع القلب أن هذا القرآن جاء من الله. قد جاءكم من الله نور، وده أول وصف للقرآن إن هو نور. وخلي بالك إن ربنا ما حددش هو نور فين بالظبط، فده يدل إن هو يشمل جميع النور، إن هو نور في الدنيا بالسعادة والطمأنينة وراحة القلب، زي ما ربنا قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فهذا القرآن نور في الدنيا بالسعادة والسكينة والطمأنينة والإقبال على الله، ونور عند الموت بحسن الخاتمة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث خروج الروح ذكر إن الإنسان الصالح لما يجي يموت بينزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. طب ده نور أهو، فنصل بحسن الخاتمة بالقرآن. والقرآن نور في القبر، إن القبر يكون روضة من رياض الجنة، وإن ربنا يفسح علينا في القبر. والقرآن نور يوم القيامة، إن احنا نخش الجنة، ما الجنة هي دار النور وهي دار السلام. هذا القرآن نور في الدنيا ونور عند الموت ونور في القبر ونور يوم القيامة. قد جاءكم من الله نور، ده أول وصف ذكر في الآية. ثاني حاجة وكتاب مبين. كتاب مبين يعني كتاب واضح وكتاب سهل، احنا بس نقبل عليه ونفهم معانيه بسهولة، نقبل على هذا القرآن العظيم. وكتاب مبين يعني كتاب زي ما قلنا كتاب واضح وموضح، وضح لكل خير، وضح لكل ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فبهذا القرآن نصل إلى الجنة بإذن الله ونصل إلى طاعة الله، وبهذا القرآن ننجو من الذنوب والمعاصي وننجو من النار. احنا محتاجين نقبل على القرآن ونحافظ على القرآن يوميا في حياتنا. القرآن مش بس نزل عشان نقرأه في رمضان، ولكن القرآن احنا محتاجينه يوميا، فنحافظ على ورد القرآن اليومي. ربنا يرضى عنا ويجعلنا من أهل القرآن.